السلام عليكم، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى النهارده هنعمل مع بعضينا أحلى وأجمل وأطعم بيتزا في الدنيا، وعايزة أقول لكم كمان إن هي اقتصادية. عملت حفلة كده من البيتزا، عملت صاجين بيتزا كبار، واحد 30 في 40 وواحد 30 في 30، وعملت كمان طبق كبير من الميني بيتزا. كل ده يا جماعة والله العظيم بجد بأقل التكاليف. هتشوفوا معايا وحاسبة لكم التكاليف كلها علشان تصدقوا وتشوفوا بنفسكم إن هي فعلا اقتصادية. عايزة أقول لك أحلى عجينة بيتزا تحفة. شايفين الميني بيتزا وجمالها وشكلها عامل ازاي؟ شكلها وطعمها احلى من اللي بنجيبها من بره. جميله جدا. كل ده عملته من كيلو دقيق ونص موتزاريلا بس. وعايزه اقول لكم كمان ان انا جايبه موتزاريلا سايبه. تعالوا بقى نشوف ازاي تطلع معانا جميله بتركاتها بحركاتها كده وبالعجينه القمر دي وبالشكل التحفه ده. لايك بقى حلو للفيديو، لو عجبكم شيروا لاصحابكم، واتمنى تسيبوا لي كومنت جميل كده وتقولوا لي بتتابعوني منين عشان بحبكم كتير جدا ونفسي عيلتي الصغيره تكبر بيكم. هنقول بسم الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، ونبتدي بالصلصه. معايا يا ست الكل نص كيلو من الطماطم. بمسك الطماطمايه بعد ما بغسلها طبعا وبشيل الحته اللي فوق دي الخضره دي. بقطع الطماطمايه اربع ارباع. الكميه دي بتاعه الطماطم كفت وفاض مني كمان شويه. عملت يعني البيتزتين الكبار وعملت كمان الميني بيتزا وفاض مني شويه. كده قطعت نص الطماطم كلها. جبت بصلايه كده متوسطه برضو هقطعها اربع ارباع كده زي ما انتم شايفين. بعد كده جبت فصين كبار من التوم او ثلاث فصوص واقطعهم حلقات كده بالمنظر دوت. بعد كده هنزل عليهم بنص كوبايه من الميه، مش اكتر من كده علشان الطماطم لسه هتجيب ميتها. كفايه نص كوبايه من الميه. وهبتدي اولع عليهم النار وبعد كده هغطيهم واسيبهم كده على نار هاديه يغلوا مع بعضيهم والطماطم كده تستوي خالص. كده الطماطم اتسلقت معانا، معاها البصل معاها التوم بقوا بالشكل دوت وشربوا ميتهم. فيهم كده شويه ميه حاجه بسيطه جدا. طفيت عليهم النار وهقلبهم واسيبهم يبردوا. لو عندك هاند بلندر اضربيهم او اضربيهم في الخلاط. بعد ما ضربت الطماطم في الخلاط هنزل عليها بمعلقه كبيره مليانه سكر، نص معلقه من الملح، معلقه من البابريكا، معلقه من الزعتر، معلقه من التوم البودر ومعلقه من البصل البودر، نص معلقه من الفلفل الاسود. وهنا كان عندي حاجه اختياريه، كان عندي ريحان مجفف، حطيت معلقه صغيره مليانه من الريحان المجفف. وهنزل عليهم بمعلقتين او ثلاثه كده من زيت الزيتون او زيت الذره، اي زيت عندك استخدميه. وهديهم تقليبه وبقى معاكي احلى واجمل صلصه بيتزا. شفتوا ما خدتش وقت معانا وبقت جميله ازاي؟ انا كمان في نوع صلصه تاني عملته معاكم في فيديو بيتزا قبل كده، كانت الطماطم بتاعتنا مشويه في الفرن. شوفوا بقى اللي يعجبكم وجربوها. هقلبها وخلاص الصلصه كده بقت جاهزه معانا. نيجي بقى للدقيق. معانا كيلو دقيق منخول، وانا بحب انخل الدقيق في اي حاجه بعملها. تمام، يبقى كده معانا كيلو دقيق منخول. هنزل عليه بمعلقتين كبار من السكر، وهنزل عليه بمعلقتين من اللبن البودرة اختياري بتدي بس طعم للعجين. نص معلقة صغيرة من الملح وحطيها بعيد عن المكان اللي هتحطي فيه الخميرة. معلقة كبيرة مليانة من الزعتر اختياري بتدي طعم حلو جدا برضو للعجينة. هنحط معلقتين كبار من الخميرة، بس عايزين نركز في حاجة. انا حاطة معلقتين كبار من الخميرة عشان احنا في الشتاء، تمام، فهتسرع معايا عملية التخمير. لكن لو احنا في الصيف ما ينفعش تحطي معلقتين كبار من الخميرة، هي معلقة بس. عايزه اقول لكم ان هي ما خدتش معايا في الخمر حوالي نص ساعه، ساعه الا ربع، وساكنه في اخر دور والجو تلج. تمام. بعد كده هنزل عليها بمعلقتين من الزبادي. الزبادي بتدي روح حلوه جدا للعجين، بتخليه طري جدا. اي حاجه مش موجوده عندك، يعني لو اللبن البودره او الزبادي ممكن تستغني عنهم. تمام. الحاجات دي احنا بنحطها عشان تدي تراور العجين. ونزلت ببضايه واحده. وهنزل بربع كوبايه من الزيت. انا استخدمت زيت زيتون، ممكن تستخدمي اي نوع زيت عندك. هشغل بقى العجين واديله كده لفه مع الحاجات اللي احنا حطيناها دي. طبعا لو انت تشتغل على ايديكي عادي جدا، نفس الخطوات اللي احنا بنعملها دلوقتي في شغل العجان هتعمليها على ايديكي. تمام. هنا بقى عايزين حاجة مهمة ونركز فيها. دي المية، انا معايا هنا كوبايتين من المية دافيين دافيين مش سخنين عشان الخميرة بتاعتنا ما تموتش. بس انا لسه مش عارفة هستخدم منها قد ايه. انا بنزل بالمية بتاعتي شوية بشوية لحد ما بلاقي العجينة بقت معايا بالقوام دوت. عامة كيلو الدقيق بتاع البيتزا بياخد معايا سوائل من 500 ل 550، محسوب منهم البيضة ومحسوب منهم الزيت ومحسوب منهم الزبادي اللي احنا حطيناها. تمام. العجينة بتاعتي طلعت معايا كويسة جدا بعد ما عملتها في العجان 7 دقايق ضرب مستمرين. العجينة بتاعت البيتزا ما بتلزقش، بتكون عجينة ملساء كده زي ما انتوا شايفين. حتى لو بتعمليها على ايديكي اعجنيها كويس واخدميها كويس لحد ما تلم كده معاكي وميبقاش فيها اي تلزيق. جبت بولة حطيت فيها شوية زيت ومسحت البولة بتاعتي كويس. وجبت العجينة وهحطها فيها. انا بوريلكم هنا العجينة شكلها ملساء ازاي وطرية ازاي ما بتلزقش. بصوا الايد اللي فيها عجين ملزق دي اللي انا طلعت بيها العجين اللي كان
في قعر العجان، تمام. لكن ايدي التانية النضيفة لو جيت حطيتها على العجين مش هتلاقوا فيه اي تلزيق خالص. جبت كده مسحة زيت ومسحت بيها وش العجين، وضروري جدا تعملي كده علشان وش العجين ما ينشفش معاكي، وعلشان كمان الكيس اللي انت هتغطي بيه العجين ما يلزقش فيه العجين. انا لفيته هنا بستريتش. هاتي كيس التلاجة افتحيه وحطيه، وبعد كده هغطيه بفوطة، تمام. اهم حاجة بس تغطيه كويس. الفوطة هنا انا حطيتها على طبقتين عشان برضو تسرع معايا عملية التخمير. هسيبهم بقى يخمروا لحد ما حجمهم يتضاعف معايا. بصوا انا هنا بوريلكم، انا كنت مستخدمه كوبايتين من الكوبايه دي في الميه. اتفضل معايا هنا نص كوبايه، يعني لازم ننزل على العجين شويه بشويه بالميه لحد ما تاخد كميه السوائل اللي هي محتاجاها معانا. نيجي هنا بقى للحشوه بتاعتنا، والحشوه دي اختياريه. انا عملت حشوه اقتصاديه جدا وموفره وما استخدمتش فيها اي لحوم، تمام، وكانت طعمها حلو جدا. طبعا الصلصه احنا عملناها مع بعضينا، ودول ب 15 جنيه زيتون، ودول نص فلفل كوبي ب5 جنيه. وجبت برضو كيلو طماطم استخدمت منه للصلصة، وقطعت منه مكعبات، وقطعت بصلاية كبيرة سلايزات رفيعة زي ما انتم شايفين. وعايزة اقول لكم البصل مديلها طعم رهيب جدا. وده نص كيلو جبنة موتزاريلا سايبة يا جماعة، والله بجد انا ما جبتش نوع جبنة غالي، نوع الجبنة ده سايب وطلع حلو جدا معايا. وهقول لكم على تركة تخلي الجبنة حلوة معاكي وتحافظ على طراوتها وما تنشفش معاكي خالص. الجبنه التركي دي اختياري، انا كانت موجوده عندي عشان كده استخدمتها. دول كانوا ب 15 جنيه، جبنه تركي مبشوره. دي ممكن بقى تستغني عنها خالص، تمام. وطبعا الموضوع يرجع لك، حابه تحطي بقى مفروم، حابه تحطي صدق، حابه تحطي اي شيء في الحشوه عندك. الحشوه دي اختراعك انتي، ترتيبك انتي، تفكيرك انتي، براحتك جدا اعملي فيها اللي يعجبك. انا اخترت حشوه اقتصاديه علشان خاطر مش كل الناس هتقدر تعمل لحوم وحاجات من دي، وخصوصا في الاسعار اللي احنا بقينا فيها. فبالنسبه لي كانت حلوه جدا ومرضيه جدا، وطعمها بجد كان جميل. العجينه بتاعتنا هنا خمرت معايا. جبت بقى شويه كده من الدقيق فرشتهم على الرخامه، والعجينه زي ما انتم شايفين ما شاء الله اهي. اديتها بقى كده بوكسين حلوين عشان انزل الخمر بتاعها. هاخد بقى قطعة من العجين حوالي 450 جرام، تمام. علشان الصاج ده هياخد معايا حوالي 450 جرام من العجين. الصاج بتاعي مستطيل، هفرد العجينة على شكل مستطيل. انا بمسح المردنة بحبة كده من الدقيق عشان ما تلزقش في العجينة. فردت العجينه بالشكل ده، وبعد كده بلف العجينه على المردانه عشان يسهل معايا ان انا احطه في الصاج المدهون زيت. لازم ادهنه كده دهنه بسيطه. وبعد كده بقى بظبط شكل العجين على الصاج. طبعا لو انت عايزه تعمليها مدوره في فرم البيتزا انت وراحتك، الكيلو بيطلع معاكي 5 فرم لو ال5 فرم دول كبار، تمام. هفضل اظبط كده شكل العجين بتاعتي. السمك بتاعي هنا كان 1 ملي. طبعا في ناس بتحب البيتزا مرتفعه اكتر من كده، وفي ناس بتحبها رفيعة اكتر من كده. برضو السمك ده يرجع لكم انتوا. هخرم العجينة بتاعتي علشان ما تتنفخش معايا في الفرن، تبقى حتة واطية وحتة عالية. خلصت كده خلاص وخرمت الصاج دوت. هاخد بقى الصاج التاني، ده صاج 30 في 30 مربع، تمام. برضو فردته بنفس الشكل دوت وبنفس الطريقة كده، وبرضو هخرمه. هنزل هنا اول حاجة بالصلصة، بس ما تجيبيش الصلصة على الأحرف علشان خاطر ما تحرقش منك البيتزا. انا هنا كنت مولعه الفرن على درجه حراره عاليه. البيتزا يا جماعه بتستوى على درجه حراره لازم تكون عاليه، اعلى درجه حراره في الفرن. على الرف الوسطاني بتاخد معاكي من 12 ل 13 دقيقه حسب الفرن. انا الفرن عندي بارد شويه، ممكن الفرن عندك انتي يكون حامي اكتر من عندي فياخد معاكي اقل من كده. فانتي اقعدي جنبها وتابعيها، وبارفعيها كده من تحت وشوفي القاع بتاعها. اول ما يلون تعرفي ان هي كده بقت تمام معاكي. بتولعي عليها الشوايه دقيقتين او 3، ما تكتريش عن كده، تمام. حطيت بقى الحشوة زي ما انتم شايفين كده، ونزلت برضو بشوية من الجبنة التركي. احنا اسكندرانيين بنقول عليها تركي يا جماعة، هي جبنة اسمها رومي، يعني لو انتي من القاهرة او من اي مكان تاني اسمها جبنة رومي. برضو هاخد البيتزاية التانية بنفس الترتيب اللي عملت بيه البيتزاية الاولانية كده. انا بقى يا جماعة هقول لكم على تركة حلوة جدا للناس اللي بتشتكي من الجبنة الموتزاريلا ان هي بتنشف معاها. انا هجهز الصواني بتاعتي وهحطها في الفرن من غير ما احط عليها موتزاريلا دلوقتي خالص. ليه بقى بعمل كده؟ الجبنه اللي انا جايباها نوعها مش غالي، تمام. هتنشف بسرعه. لو انا حطيتها من اول التسويه بتاعه البيتزا هتنشف معايا جدا. فانا هحط صاجين البيتزا بتوعي في الفرن، ولما يوصلوا لتلات ارباع سوا اللي هو ارفع كده الاقي خلاص فاضل لها حاجه بسيطه جدا، دقيقتين 3 وتاخد سوا. هبتدي احط البيتزا بتاعتي على الوش، وبعد كده بفتح عليها الشوايه، يعني هولع عليها 5 دقايق بس من تحت، وبعد كده بفتح عليها الشوايه دقيقتين. ما تكتريش عن كده وما تغمقيش شكل الجبنه علشان ما تنشفش معاكي. طبعا ده العجين اللي اتفضل معايا، وانا كنت قاصده ان انا افضل عجين عشان اعمل بيه
ميني بيتزا. البيتزتين دولت كانوا كبار جدا، كفوا غدا وعشاء، والميني بيتزا لتاني يوم فطار. يعني بجد مفيش توفير احلى من كده. هفرد برضو العجينه بتاعتي على نفس الرخامه اللي كنت رش عليها دي، اعملها بقى على شكل مدور، شكل مستطيل، مفيش اي مشكله. افرديها برضو بسمك 1 سنتي. جبت الكوبايه مسحتها بس كده بمسحه دقيق بسيطه، وهبتدي بقى اقطع قطع البيتزا زي ما انتم شايفين. حابه تقطعيها اكبر من كده بقطاعه انتي وراحتك، تمام. انا عملتها صغيره عشان كان لسه في صاجين في الفرن، وسبت دي تخمر كمان شويه، فهتبقى شكلها مظبوط جدا لاني ما خبزتهاش على طول. كده حابه تعجني عجينتك هتعمليها كلها ميني بيتزا، اديكي عرفت طريقه الميني بيتزا. حابه تعمليها بيتزا للغدا او للعشاء، اديكي برضو عرفتي طريقه دي وطريقه دي. رصيت بقى كده البيتزا بتاعتي وهسيبها بقى على جنب، وهخلص الكميه اللي معايا كلها. الكميه عملت الصينيتين دولت، ده اللي فاض من العجين. هنا بقى طلعت صاج البيتزا عشان ما كنتش حاطه عليه طبعا الموتزاريلا. برفع هنا بوريكم بقى القعر بتاعها اللي هو خلاص قدامها 5 دقايق واقل كمان وتاخد اللون المظبوط. رشيت بقى الجبنه بتاعتي كده زي ما انتم شايفين، وزعتها. انا عايزه اقول لكم نص كيلو الجبنه عمل لي 2 بيتزا، وعمل لي الميني بيتزا وفاض منه، وهوريه لكم في اخر الفيديو، تمام. وزعي بقى الجبنه بالشكل ده، وهتحطيها في الفرن زي ما قلنا لحد ما اللون تحت يكتمل كوي، يبقى التسويه بتاعته مظبوطه. وهولع عليها الشوايه دقيقتين مش اكتر، لانك لو اتكيتي على التسويه بتاعه الجبنه هتنشف معاكي. برضو الصاج التاني معايا اهو 3/4 تسويه. جبت برضو الجبنه فردتها على الوش كده بالشكل دوت. وعايزه اقول لكم برضو ان انا حاطه جبنه كتير زي ما انتم شايفين، وتفضل معايا. الطريقه دي افضل بكتير. الاول بقى كنا عشان تبقى عايزينها تمط بنحط جبنه من تحت في الاول العجينه ومن فوق كمان، فطبعا كتير جدا واوفر في الفتره اللي احنا بقينا فيها دي. الميني بيتزا بتاعتنا بقى جبتها كده خرمتها بالشكل ده وحطيت عليها الصلصه، وبرده نفس الحشوه اللي احنا حطيناها في البيتزا حطيناها في الميني بيتزا، تمام. والحشوه دي برده اللي انت عايزاه حطيه او شيليه. بس هنا بقى انا هحط الجبنه من اول التسويه، لان الميني بيتزا مش هتاخد وقت معايا فمش تلحق تنشف خالص، تمام. وعشان تمسك لي الحشوه دي كمان، او حتت جبنه كده بسيطه بس كده طعم من على الوش. ممكن كمان تستخدمي تركي مبشور في الميني بيتزا يعني، تمام. دي الجبنه الموتزاريلا اللي اتفضلت معايا. يعني شايفين من نص كيلو عملت كام بيتزا وتفضل معايا كمان. مفيش توفير احلى من كده. طلعت معانا بالشكل القمر ده. عايزه اقول لكم بجد العجينه تحفه، وطعم البيتزا كان رهيب، والبصل كان محليها قوي. الناس اللي بتحب البصل بقى تحطه في البيتزا هتلاقي طعمها حلو قوي. شايفين بقطعها طريه معانا ازاي. برضو التسوية عليها عامل مهم جدا، تخلي بالكم برضو وانتوا بتفردوا العجين ما ترفعوهوش قوي، وانتوا حاطينه في الفرن تبقوا برضو جنبه عشان لو لسع منك هتنشف جدا. قطعيها بقى بالشكل اللي انت عايزاه. انا بقطعها لكم عشان اوريكم قد ايه العجينه بتاعتنا طريه. بصوا شايفين شكلها تحفه والعجينه عامله ازاي. هتنيلكم العجينه واوريها لكم كمان من تحت عشان تشوفوا جمال العجينه بتاعتها. بصوا يا جماعه عجينه طريه بطريقه مش طبيعيه، شايفين. والتسوية بتاعتها مظبوطة جدا. جربوها ان شاء الله تعجبكم. ومتنسونيش بقى بلايك حلو، وشاركوا الفيديو لو عجبكم. اشوفكم على خير.